السلام عليكم، مع وصفاتكم. جيتكم بهذه الوصفه سهله مهله رائعه في البنه تاعها. حنا كامل يعني ما نكذبش عليكم، يعني ناكد دائما على البنه اكثر من المظهر. اذا واش راح نحتاج في الوصفه يعني كمواد اساسيه، نحتاج هنا البطاطا، كميه تاع لا فيونداشي، زوج حبيبات تاع البيض، الثوم، طوماطيش مسكرفجه والزيت. يعني هادو هما المواد الاساسيه. اول حاجه نبدا نوجد لاصوص طوماط تاعي، ندير الزيت سخن، هذه اول حاجه نبدا بها، ونسكرفج هذاك الثوم ونخليه يتقلى. الثوم ما نخلوش يتقلى بزاف لانه لا تلقلق المروريه في الماكله تاعك ما تجيكش بنينه. اذا نقليه غير يبدا يتقلى، ندير له حوالي مغرفه كبيره تاع طوماطيش مصبره، نديرها تتقلى معاه مليح. بعد ما تقلات لي مليح نضيف هذيك الحبه تاع الطوماطيش مسكرفجه. انا الحبه تاع الطوماطيش عندي كبيره، لكن الطوماطيش تاعك صغيره ديري زوج حبيبات، نخليهم يتقلاو مع بعض. نقص النار، التوابل ندير شويه تاع فلفل الكحل، وندير طبيعه الحال شويه تاع المعدنوس ناشف ولا طري اللي عندك. بلا ما ننساو الملح، طبيعه الحال ندير الملح ونخليها نقليهم شويه. بعد ما تقلات لي شويه ديك الطوماطيش نزيد عليهم هذيك الكميه تاع لا فيوند هاشي ونخليها طيب، نفتحها مليح، نزيد شويه ملح قيس لا فيوند هاشي لانه درت غير قيس طوماطيش. اذا نفتحها مليح في هذيك لاصوص ونخليها طيب. كيما تقدري ديريها كامل في الاول لا فيونداش تتقلى، من بعد ديري ليها الثوم وباقي المراحل. شوفوا معنا داك اللحم طاب، نزيد نخليها تتجمر شويه، نطفي عليها البنتهم بداو محارق وقتاش المولود، يعني اللي تعرف تقولنا في لي كومونتير. اذا لاحظوا معايا هاي طابت لنا لاصوص تاعنا، ها هي معنا. نزيد نخليها حوالي دقيقه ونطفي عليها. من بعد نحكم هذيك البطاطا ونسكرفجها، اللي راح تكون العمليه سهله. سكرفج كامل الحبات اللي عندي. بعد ما سكرفجتها ها هي معنا الكميه تاع البطاطا. هنا واش ندير، مش راح ندوزنها كامل، ندير النصف تاعها فقط والنص نخليه على جهه. هذاك النص نزيد عليه بيضه كامله، ندير عليه شويه تاع فلفل الكحل، وندير الملح، نخلطهم مع بعض. درت مقلاة سخنه على النار، ندير فيها شويه تاع الزيت ما نكتروش، اذا نمشيها ونفرغ الخليط تاع البطاطا. يعني هذه الخبزه الاولى. اذا ندير الخليط تاع البطاطا ونديرو على شكل خبزه. ماذا بيا راني حبتها رقيقه، مانيش حبتها خشينه بزاف، وماذا بينا المقله تكون ما تلصقش. نقص النار ونخليها طيب غير في غربها باش طيب هذيك البطاطا. اذا ها هي معنا الخبزه الاولى. نغطيها بالغطاء ونخليها طيب. من بعد ما طابت لي من هذه الجهه هذه راح نقلبها. اذا كيفاش نقلبها، نديرها بهذه الطريقه ونقلب الخبزه تاعي ولا اسهل. اذا نخليها تحمر ونحيها. ها هي الخبزه الاولى تاعي طابت، ونجوز للخبزه الثانيه بنفس الطريقه. الا صبت فيها شويه تاع الماء رايحه نحصر هذيك البطاطا ونضيف لها هذيك البيضه كامله، يعني نفس الطريقه تاع الخبزه الاولى، ونطيبها. اذا ندير لها شويه فلفل وشويه ملح
نخلطها مليح ونطيبها كيما الخبزه الاولى. من بعد ما قلبت الخبزه الثانيه ها هي معنا، ندير طبقه تاع هذيك لا فيوند هاشي. يعني هاد العمليه انا حنديرها في المقله، حبيتي ديريها مثلا في الفوق تقدري. اذا ندير طبقه تاع لا فيوند هاشي، من بعد ندير هذيك الخبزه الاولى اللي كنت طيبتها تاع البطاطا، ها هي معنا. وما تجيش ميدمه، ما تجيش فيها ليدان بزاف، يعني هنا ايفيتينا القليان. نعاود ندير من الفوق طبقه لا فيوند هاشي. في الاخير عندي هنا شويه تاع الفرماج رابي نسكرفجو على الوجه تاع الخبزه تاعنا. ندير لها رشه تاع المعدنوس، نغطيها ونخليها حتى يعني النار راهي قليله، غير تقلبي الخبزه الثانيه نديرو هاد الطريقه. اذا النار قليله نغطي حتى يذوب هذاك الفرماج وطيب لنا من تحت ونطفي عليها. الخبزه تاعي راهي واجده، شوفوا كيفاش جات رائعه رائعه رائعه. ما درتليش مام الوقت بزاف، غير في المقله كيما سبق وذكرت. اللي تحب ديرها في الفوق تقدري ديريها في الفوق. اذا ها هي معنا تشاهي البنات. اذا راح نقسمها امامكم هكذا باش تشوفوها كيفاش جاتنا. بسم الله. غير بطاطا وشويه تاع فيوند هاشي، تقدري ديري مام دجاج مطحون تعطيك نفس النتيجه. اذا ها هي معنا، شوفوا كيفاش جات روعه 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 البنات. شوفوا كيفاش جاتنا طبقات تاع الفيوند هاشي بلا صوص طوماط وطبقه تاع البطاطا. اذا ها هي معنا. اذا الوصفه تاعنا اليوم ها هي معنا واجده، نتمنى انكم تجربوها، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.